أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين وأفضل هداف في تاريخ منتخب الإمارات ودوري الإمارات والطاقم المصري للمونديال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام ولكن طالت على ليونيل ميسي. حلوة 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 حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله، يا حارب عبد الله سهيل. الله كره يا علي، لكن الحذر 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 الحذر. ميسي يرسلها ويسجل. الارجنتين تسجل، الارجنتين تسجل الهدف الاول من الفاريز. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق. نحن طبعا المساحات الموجودة. الفاريز جوليان الفاريز مع جوارديولا في السيتي يسجل هدف الدولي الثالث في مباراة الدولية. هذا دي ماريا وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام والكرة قائمة الآن عن طريق دي ماريا. كرة تلعب بهذه الصورة والكرة لصالح الأرجنتين، تلعب عالية، إبعاد، تسديد. الله الله، دي ماريا. الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم، الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الحاضر أكونيا، ماركوس أكونيا هو اللي جاب العرضية ظهير أيسر، لكن الجودة كما يجب أن تكون، الجودة كما يجب أن تكون. نعم، لعبت العرضية المثالية، مرت بالمناسبة من الحسن صالح، شوف كان يا دوب يلمسها ما لمسها، وبالتالي قوية جدا من جانب لاعب بجودة كبيرة جدا بالقدم اليسرى، كان متمركز صح، سدد الكرة من اللمسة الأولى. لاعب طبعا فيها محاولة المرور. ميسي يسدد واصطدت ووصلت إلى خارج الملعب إلى بربر. المسافات، كل المسافات، ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في النقطة الماضية. طبعا الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للأرجنتين، هدف ثالث للأرجنتين. وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين، الثاني الشخصي بالنسبة له. والآن وصل دي ماريا إلى 27 هدف في مباراة الدولية رقم 124 في طبعا داخل منطقة الجزاء. تخطى المدافعين، بدأت هكذا طبعا من جانب لاعب المنتخب الأرجنتيني. وفي ميسي يتحدث مع الحكم المصري، هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي بالراس، لكن خالد عيسى دائما يفكرون في ميسي. مرور، التسديد، الله يسجل. وانا قلت تسجيل الاهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للأرجنتين على منتخب الإمارات الوطني داخل منطقة الجزاء. طريقة المراوغة بالمناسبة، أخذ اثنين من لاعبتنا بلعبة واحدة، عينك على اللعبة الأخيرة بالمناسبة، وسجل بالتالي وسجل الهدف الرابع ليونيل ميسي، هدف رقم 91 على المستوى الدولي. وبالتالي نعم من جانب حكم مباراة إبراهيم نور الدين، المباراة التي بدأت في أول 17 دقيقة بصورة جيدة، بعد ذلك كانت لنا محاولة هنا طبعا الأهداف جوليان الفاريز عند الدقيقة الشوط الثاني من المباراة الودية التاريخية لمنتخب الإمارات. عبد الله سهيل واحد من أفضل لاعبتنا. الله كان ممكن يدونها للتاريخ، لكن حارب الله مرة أخرى. أن اتحاد كرة القدم كرة تصل عند خالد عيسى، انطلاقة الآن للأمام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا أعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني، الهدف الخامس للأرجنتين في مرمانا بعد مرور سجلوا علينا الشوط الأول بعد 17 دقيقة، وسجلوا الآن هدفهم الأول في الشوط الثاني بعد الدقيقة رقم ربع ساعة، بعد 15 دقيقة
هل نحن اللي سجلنا في مرمانا ام سجل؟ الله حلوه حلوه. اوهو كان ممكن تسجل، كان ممكن تسجل يا حلوه. تكمل 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 تكمل. الله الله كان ممكن جدا نسجل. لعبة ليما، لعبة ليما، لعبة ليما. فالكرة كملوا المباراة والكرة تلعب لميسي، لكن طالت ايضا في الكرة الماضية تحولت الى ضربة مرمى. شوط نضيع كرات كانت لنا تسديده من جانب ميسي خارج ارضيه. 12 دقيقه اخيره من عمر مباراه اليوم. ضربه حره مباشره تنحط بصوره جيده من جانب ميسي خارج ارض المباراه. تنتهي الان. كره الله الله حلوه. حطها مره ثانيه. حطها هيا. مره اخرى لمنتخب الامارات. التسديده لكن فرصه ما تضيع يا كايو. اي والله ما تضيع. حدث مباراة اليوم من المباراة التي انتهت الان بصافرة مصرية. ابراهيم نبيل الذي ادار مباراة اليوم يعلنها الان، ينهي المباراة وما بين لاعبو الامارات وما بين ليونيل ميسي. الكثير من الاحاديث التي حضرت في مباراة اليوم. مباراة للذكرى لا شك في ذلك. نعم فازت الارجنتين بخماسية، خسرت الامارات بهذه النتيجة. قدمنا في بعض الفترات في مباراة اليوم حضورا كان جيدا وربما من لفت الانظار كل الانظار وكان خطيرا في مناسبات كثيرة. هو عارب عبد الله السهيل الذي مرت